أمريكا عندها أكبر جيش في العالم، أكتر من تريليون دولار في السنة، وبرضه مش ده اللي بيخليها الأقوى. اللي بيخليها الأقوى هو اللي مش شايفه. الفيديو ده مش عن الجيش، ده عن القواعد، مين اللي بيكتبها ومين اللي بيلعب بيها من غير ما تعرف. في النهاية هتفهم ليه كل دولة في العالم بتلعب بقواعد حد تاني حتى لو مش عارفة بيها. سؤال بسيط، لو شلنا الجيش الأمريكي كله، هل أمريكا لسه هتبقى قوية؟ وسؤال تاني أهم، في حاجة في جيبك دلوقتي بتخدم أمريكا وإنت مش عارف أي حاجة عنها؟ تخيل إنك واقف في غرفة وفي 9 من الناس تانيين واقفين جنبك، إنت شايل فلوس أكتر منهم كلهم. ده بالظبط وضع أمريكا. في 2024 أمريكا صرفت على جيشها تقريبا ميزانية تقدر بتريليون دولار. الصين اللي جاية بعدها صرفت 314 مليار دولار. يعني أمريكا لوحدها أكتر من أكبر 9 جيوش في العالم مع بعض. ده مش جيش، ده ظاهرة. عندهم قواعد عسكرية في أكتر من 80 دولة في كل المحيطات وحتى في الفضاء. لو أنت دولة صغيرة وفكرت تعمل حاجة مش بتحبها أمريكا، في حاملة طائرات بتتحرك ناحيتك قبل ما تكمل التفكير. الجيش ده قوة حقيقية، لكن القوة الحقيقية مش هنا. في 1944 اجتمعت 44 دولة في مكان اسمه بريتون وودز، وفي يوم واحد قرروا إن الدولار هيبقى عملة العالم. من ساعتها لو أنت دولة عايزة تشتري نفط لازم يكون عندك دولار. لو عايزة تتعامل مع صندوق النقد الدولار. لو عايزة تسدد ديون دولية الدولار. يعني كل دولة في العالم لازم تشتغل عشان تجيب الدولار، وأمريكا هي اللي بتطبعه. دلوقتي 57% من احتياطات البنوك المركزية على مستوى العالم بالدولار الأمريكي. 89% من تعاملات الصرف الأجنبي بتتعمل بالدولار حتى لو ما فيهاش أمريكا. يعني أنت في مصر بتشتري بضاعة من الصين بتدفع بالدولار. ده مش بس النظام المالي، ده قوة، القدرة إنك تعاقب أي دولة بدون ما تبعت جندي واحد ليها. روسيا الاتحادية سنة 2022 يوم ما أمريكا قالت شيلوا روسيا من نظام سويفت، الاقتصاد الروسي اتهز في يوم واحد. لو شلنا الجيش، الدولار لوحده كفيل يخلي أمريكا الأقوى اقتصاديا. الجيش بيخوف، لكن الدولار بيتحكم. في راجل اسمه جوزيف نائي، أستاذ في هارفارد، في 1990 قال جملة غيرت طريقة تفكير السياسيين في العالم. قال الهارد باور هو القدرة على الإجبار، والسوفت باور هو القدرة على الجذب. الهارد باور بيساوي الجيش زائد الاقتصاد والأفكار زائد القيم زائد الثقافة بتساوي السوفت باور. انت شايل ايفون، ده سوفت باور. بتتفرج على نتفليكس، سوفت باور. بتلبس ليفيس، سوفت باور. بتدرس في جامعة أمريكية، سوفت باور. أمريكا دخلت بيتك وانت فتحت لها الباب باختيارك. ودلوقتي حتى العملات الرقمية الستيبل كوينز 99% منها مربوطة بالدولار. يعني حتى الكريبتو اللي الناس عملته علشان يهربوا من سيستم الدولار، السيستم موجود معاه. دي مش مؤامرة، ده الديزاين. قبل ما نكمل، لو الفيديو ده بيفيدك اعمل سبسكرايب دلوقتي، مش علشاني، لأن اللي جاي أقوى من اللي فات. لو كل ده حقيقي، ليه مفيش حد كسر القواعد دي؟ الصين جربت. اليوان الصيني دلوقتي بس 2% من احتياطات العالم، الدولار 57%. روسيا جربت وخسرت. حتى البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين اجتمعوا وقالوا هنعمل عملة مشتركة. لحد دلوقتي مفيش. السبب البسيط
عشان تكسر السيستم لازم تبني سيستم تاني كل العالم يثق فيه، وده محتاج عقود مش سنين. اللي في جيبك، الدولار نفسه أو الآيفون أو الأغنية اللي على تطبيق سبوتيفاي. أمريكا مش بس قوية بجيشها أو اقتصادها، أمريكا قوية لأنها بنت نظام كل العالم يشتغل جواه. القوة الحقيقية مش إنك تقدر تضرب، القوة الحقيقية إنك تخلي الناس تختار قواعدك وهم مبسوطين بيها. وده بيعمل سؤال تاني أكبر من كل اللي قلناه: القوة دي ممكن تتغير؟ الإجابة مش سهلة. أنا اخترت الموضوع ده لأني لاحظت حاجة: كل ما بحاول أفهم السياسة الدولية بلاقي إن الإجابات الكبيرة مش بتيجي من الأخبار، بتيجي من الأسئلة الغلط. الناس بتسأل أمريكا أقوى من الصين، لكن السؤال الحقيقي: مين اللي بيحدد إيه معنى القوة من الأساس؟ اللي فهمته ده بدأ يشوف العالم بشكل تاني خالص، ومحتاجين كتير من الناس يشوفوه بالشكل ده. عايز تكمل الرحلة دي؟ الفيديو الجاي هنتكلم عن دولة تانية حاولت تكتب قواعدها، وهتتفاجئ إزاي انتهت القصة. هتلاقيه هنا.